بسم الله الرحمن الرحيم. شوف انتوا عايزين تكسروا عيني باي طريقه، هقول لكم انا كسر عينكم ازاي. طيب، قبل اي حاجه هتكلم عن حاجه معينه. عندكم 33 مصري مرميين في السعوديه محبوسين ظلم. جميل. روح يا عبد الفتاح السيسي تشطر واعمل دكر واعمل زي والجا لهم، او حتى ابعت لهم محامين ورجعهم. وعندك 13 في السودان، وعندك 7 مع الدعم السريع، وعندك 6 اختفاء قسري في ايطاليا، وعندك 15 في اسرائيل، وما خافك كان اعظم. اعمل راجل انت وال30 ضابط المخابرات اللي معاك وهاتهم. روح رجعهم. تعرف ترجعهم؟ انا قبل كده رجعت لك مصريين مرتين محبوسين من ليبيا. كسر عين المخابرات العامه وكسر عينكم، وفايز السراج وحكومه الوفاق يشهدوا على كده. ده رقم واحد. رقم اتنين، انا رحت لميت بطاطس من الشارع عشان تطبقوا الحد الادنى 6000 جنيه، عشان ترفع الحد الادنى ويطبق ل 6000 جنيه في شهر 4 اللي فات 2024، في 1 مايو 2024. حصل ولا انا بكذب؟ وقبل كده قرار وقف الاستيراد والتصدير اللي انت جريت بسببه تعوم الجنيه وتجري على صندوق النقد الدولي عشان خاطر تجوع الشعب المصري، رغم ان انا قلت لك هتوفر ما يقارب من 24 مليار دولار في السنه. انا كل خطوه مشيتها في الشارع على رزقي وانتوا ضيقتوا رزقي، والله كل كيلو متر عليه 100,000 دولار غرامه. عشان نكون على نور، انتوا ما كسرتوش عيني. انا عايز اقول للراجل المجنون المريض المعتوه نفسي، الراجل المريض اللي معاكم، انت راجل مريض، مريض عايز تتعالج. اقسم بالله مريض، اقسم بالله مش طبيعي. لا انت ولا ال30 ضابط اللي معاك مرضى نفسيين، والله مرضى. والله لخيطكم، والله وعهد عليا قدام رب العرش العظيم، لخيطكم ظابط، لخيطكم كده احياء، والله لا اقطع فيكم، والله لا عايش الشعب المصري في نعيم ما عاشه مدى عمره ولا عاشه مدى زمنه، في مقابل ان انا خيطكم ظابط. والله لا اقطعكم حتت، والله لا نكنس وانكم قدام عينيكم. عايزين حاجه تاني؟ ويا رب كلامي تبقى عارف، والله العظيم لا اقطعكم حته. اقسم بالله العظيم عبد الفتاح السيسي بيتناك، لو كان راجل لكان سلمكم ليا. اقسم بالله ما ليه قيمه ولا ليه عازه. هو كبير ويلبس النضاره ويتهيأ بالنضاره ويا ريس راح ويا ريس جه، ما بيعرفش يعمل حاجه، ما يقدرش، ملوش كلمه بين رئيس، ملوش كلمه مع دوله. والله ما راجل، والله لو راجل لكان سلمكم ليا. ظابط. انما 30 ظابط بتبقى اغلبكم ايه؟ ولاد عساكر، ولاد بوابين، ولاد غفره، شويه شراميط كلكم. مش هتعرفوا تكسروا عيني، مش هتعرفوا تكسروا عيني، لا يمكن تكسروا عيني. عايز اقول لك انك مش هتعرف تكسر عيني. مفيش حاجه اسمها مالكش قيمه، ليا قيمه. يكون ماليش قيمه لما يكون حتى في تعادل، يعني حتى انا 20% قوه وانتوا مثلا ال 100% او 80%. مفيش الكلام ده، مفيش الكلام ده. انما انتوا معاكم قمر صناعي بتعذبوني بيه، اتفاقيات دوليه، الجيش المصري حامي 30 ضابط او محامي المخابرات، ده اللي حاميكم. عبد الفتاح السيسي بيستغيث بالدول ومهيجهم عليا، وانا ما حلتش حاجه، لا سلاح ولا عيله ولا اهل ولا سلطه ولا قوه. ثانيا انا مش الاخنس، عبد الفتاح السيسي هو الاخنس. بس فعشان نكون على نور، انا عملت اللي عليا. خلي عندكم كرامه، يا تسفروني بره يا تسيبوني في حالي يا عم، يا تواجهوني يا ترموني في السجن. ايه العيب في كده؟ انما انا مش هرجع لعبد الفتاح السيسي. يا عبد الفتاح السيسي امك كانت مومس بتتناك. عايز حاجه تاني؟ يا رب تتفرج على الفيديو بنفسك، يا رب تتفرج على الفيديو. انما اللي فيك هيجيبوه فيك. انت كان عيل عندك 14 سنه وبتتناك. بس خلينا نخلص من المشوار الاسود ده.